ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ في الفيديو ده احنا بنكمل مع بعض الديزاين سيستم، واحنا وصلنا لاخر حاجة في الديزاين سيستم وهي الايكونز. الايكونز عندي هي الايكونز اللي انا بستخدمها في التصميم بتاعي. الايكونز في عندك اختيارين، يا اما ايكونز تصممها انت كديزاينر من الاول خالص، يا اما تاخد ايكون فاميلي اوريدي مستخدمة قبل كده. انا شخصيا ما بعملش ايكونز من الاول خالص، انا باخد ايكون فاميلي اوريدي موجوده قبل كده. فتعالوا نشوف مع بعض ازاي ممكن نجيب ايكون فاميلي. بندخل هنا في الهوم وباجي على تابة الكوميونتي، وهنا انا دخلت في صفحة الكوميونتي. هنا بسيرش على الايكونز اللي انا عايزها، فانت لو عايز ايكون معينة بتدور عليها بالاسم هنا، او لو انت مش عارف ومحتار هتدخل تكتب ايكونز وهو هيطلع لك اختيارات كتيرة جدا. وعندك فلتر، ممكن ان انت تفلتر ما بينهم، عندك حاجات بفلوس، حاجات ببلاش، حاجات مختلطة كلها على بعضها، فايل، نوع الفايل معين، نوع الترتيب. عندك عدد لا نهائي من الايكونز، يا اما ممكن تدور باسم. في مثلا الماتيريال ديزاين ايكونز، دي الديزاين ايكونز دي ايكونز بتاعت جوجل، دي الايكون فاميلي بتاعت جوجل، هي دي اوبن سورس مفتوحة للجميع من جوجل. هي حلوة وفيها كل الايكونز اللي ممكن تتخيلها. انا بحب استخدم ايكون فاميلي اسمها فوسفور ايكونز، هي دي. هندوس عليها ونعمل اوبن ان فيجما. دي بالنسبة لي هي الديزاين بتاعها حلو وفيها كل الايكونز اللي انا بحب استخدمها. فهختار الاكونت اللي انا ادخل بيه، وهيفتح لي الفايل اللي اسمه فوسفور ايكونز. هلاقي عندي هو مقسمهم بالاشكال او بنوع الايكون. على الشمال هلاقيه مقسمهم لي 6 صفحات. هزوم كده علشان نشوف الفرق في الشكل. دوت لو هما ريجولر، ده لو هما ثين يعني رفيعين قوي، السمك بتاع الخط نفسه. لو هما لايت زيها زي الريجولر، هي واحدة. لو هما بولد بيبقى سمك الخط نفسه تخين. لو هي فيل يعني المربعات والدواير والحاجات دي كلها بتبقى مليانة من جوه، ما بتبقاش مفرغة. دو تون يعني بتبقى مفصولة لونين زي ما احنا شايفين كده. الفراغات والحاجات اللي بتبقى في الخلفية دي بتبقى متلونة بلون تاني. طيب، عندك طريقة من الاتنين، ممكن ان انت تبقى تفضل فاتح الفايل ده قدامك وتستخدمه عادي بكل سهولة، بس انا بحب ان انا اخلي كل حاجة عندي في فايل واحد عشان يبقوا متجمعين مع بعض. فانا هاخد دولت كوبي، هاخد دولت كده كوبي وهحطهم عندي في صفحة الايكونز بتاعتي. هو تقريبا طلعوا كتير، فانا هاخدهم واحدة واحدة، هاخدهم جزء جزء. هاجي هنا هعمل فريم وهعمل لهم بيست جوه الفريم. هاجي كده هاخد ده كوبي، هاجي في الايكونز هعمل ده اوتو لاي اوت وهعمل بيست، وهو عامله جريد فيو، انا مش عايزه جريد فيو، فانا هاندو الكلام ده. هعمل دولت اوتو لاي اوت، هعمل ده بيست هنا الشكل ده. هشيل البادنج، هخلي ده 1080، خلي ده هج. هشيل البادنج اللي هنا، وده هعمله اوتو لاي اوت تاني. هناخد الاسم بتاعه اللي هو ارو، فهنيجي هنا ونكتب اروز. هنطلع ده برا
هنخلي دول تحت بعض، هنعمل لده هج، وهصغر الفونت بتاعه شوية خليه 24. هدي لده بادنج كده، هدي المسافة ما بين الكلمة وال ايكونز، وممكن اديله كمان كورنر راديوس. واحب ان انا عشان الايكونز متبقاش كلها داخله في بعضها اديله ستروك، وهاجي هنا هخليه داش وهخليه 8، وكمان هخلي دوت البرايمري كولر بتاعي اللي هو اللون الازرق. ممكن اخلي ده كمان خليه 50%، وهحط ده في فريم وهديله بادنج 64، هدي ده بادنج 64. وبكده نكون حطينا اول جزء من الايكونز. ارفع ده فوق، هروح اخد الجزء اللي بعديه وهو البراندز، هعمل بيست هنا، هعمل بيست هنا، بلاش هعمل بيست كده برضو انت مصمم. خلاص هعمل بيست بره هنا، هعمل لهم اوتو لاي اوت، وكمان اوتو لاي اوت. هاخدهم ادخلهم هنا، وهعمل لهم زي ما عملنا في التاني، هديله ستروك ويكون الستروك داش 8، هديله اللون وهديله الاسم اللي هو براندز، وهحطه جوه كده. نكون نقلنا تاني جزء. بس هنقل ده وده، هاخدهم اعملهم اوتو لاي اوت وهنزلهم تحت بعض واديهم جاب ما بينهم وما بين بعض 64. بعدين هناخد الجزء اللي بعديه اللي هو الكوميرس، هاخد ده كوبي، هعمل بيست هنا، هعملهم اوتو لاي اوت كمان مرة، اوتو لاي اوت، هاخدهم كت، وهاجي هنا اعمل بيست وهزود الجاب يكون 64. حد ده البادنج 24 24، كورنر راديوس 24، هديله ستروك، هحدده يكون داش، هزوده يكون 8، هغير اللون بتاعه للون الازرق. ده قلنا التايتل بتاعه يكون كوميرس، وهغير الدايركشن وهغير الجاب ما بينهم وما بين بعض. هعمله اوتو لاي اوت كمان مرة علشان ناخد الجزء اللي بعديه اللي هو الكوميونيكيشن، وهقوم جاي وهعمله بيست بره، اعمله اوتو لاي اوت كمان مرة، اوتو لاي اوت، اديله بادنج 24 24 24 24، ستروك داش 8، غير اللون واقوم واخده وحطه جوه الاوتو لاي اوت التاني، وهعمل هنا الجاب يكون 64. ده هيكون الكوميونيكيشن. هعمل هج للاريا بتاعتي، ممكن ازود كمان السبيس يكون 64، ممكن الغي كمان الجاب هنا، خلي البادنج 64 من كل الاتجاهات. هخلي كله يبدأ من الاول من فوق، وبعدين هروح وانقل باقي الايكونز، واعمل اوتو لاي اوت واوتو لاي اوت كمان مرة، واديله بادنج وبادنج وجاب،
كورنر راديوس ستروك، ويكون داش، يكون 8. غير لونه للون الازرق بتاعي، واخده وهحطه هنا، وهديله اسم ديزاين، وهكمل بالشكل ده لباقي الايكونز. انا عندي الايكونز متقسمه لريجولار وثين ولايت وبولد وفيل ودو تون، هنقلهم كلهم عشان يبقوا معايا هنا وهقسمهم. انا عندي دوت هيكون فونتس، هعمل دوبليكيشن وهقول له ان ده فونتس ريجولار، هخلي دي باللون الازرق كده، وهديهم جاب كده، هكمل الفونتس بالشكل ده. فانا هاخد نسخة تانية من ده، هقول له ان دي فونتس لايت، وهنقل فيها سوري ايكونز مش فونتس، ايكونز، ودي ايكونز وهنا هتبقى الايكونز لايت، وهنقل فيها الايكونز اللايت بتاعتي، دي ايكونز ريجولار، ودي ايكونز لايت، وعندي ايكونز ثين هنقل فيها الايكونز الثين اللي عندي، وبعدين عندي ايكونز بولد هنقل فيها الايكونز البولد، وايكونز دو تون هنقل فيها الايكونز الدو تون بتاعتي اللي احنا قلنا هي متقسمة لونين، والايكونز الفيل هنقل فيها الايكونز الفيل بتاعتي. وكده انا عندي 6 انواع او 6 اشكال مختلفة من الايكونز، كلها باخدها من الفوسفور ايكونز. عايز تسيب الفايل زي ما هو ما تنقلش حاجة، يبقى كده كده الفايل معاك براحتك. عايز تنقلهم عندك في البروجكت بتاعك بحيث ان كل حاجة تبقى عندك في مكان واحد، برضو براحتك، كله يرجع لك، مفيش قاعدة مخصصة للموضوع دوت. بس انا افضل ان كل حاجة تبقى عندي في نفس الديزاين فايل بتاعي، عشان تبقى كل حاجة مفتوحة قدامي، مفتوحة قدام اي حد عايز يدخل على الفايل، اي حد، اي ديزاين هيشتغل معاك، اي ديزاينر هيشتغل بعديك، اي ديفلوبر عايز اي ريفرنس، اهو كله موجود في مكان وفايل واحد. كده احنا شرحنا الديزاين سيستم، مش هقول بالكامل بس احنا شرحنا الاساسيات اللي في الاغلب بتستخدم. باقي حاجات الديزاين سيستم هي حاجات متعمقة اكتر، مش كل الناس بتستخدمها، كله بيرجع على حسب البروجكت، بس برضو يعني واحنا شرحنا الاساس اللي بيستخدم في البروجكتات كلها. في الفيديو اللي جاي هنكمل مع بعض بقية الحاجات، هنشرح الكومبوننتس، هنشوف الكفر، ازاي اعمل كفر وازاي احوله يكون الكفر بتاعي على في الفولدر بتاع فيجما بره. هنشرح كل الحاجات دي مع بعض، وهنبدأ نعمل مع بعض بروجكت كامل، هنمشي مع بعض خطوة بخطوة. امشوا معايا وان شاء الله هنوصل لنتيجة كويسة مع بعض. اتمنى اكون افدتكم. الديزاين سيستم، عايز انبه ان الديزاين سيستم حاجة مهمة واساسية جدا، هو بيبني الاساس بتاع كل حاجة، مش بتاعك انت بس كديزاينر، بالعكس ده بيبني الاساس بتاع الديزاين وبتاع الديفلوبمنت كمان، وبيسهل عليك انت خصوصا في الديزاين، بيسرع لك الشغل، بيسهل لك الكونسيستنسي، بتبقى كل حاجة منظمة، كل حاجة ماشية بطريقة مظبوطة. فالديزاين سيستم حاجة مهمة جدا 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 جدا. لو انت شغال في شركة والشركة دي ما عندهاش ديزاين سيستم، من الافضل ان انت تقترح عليهم ان هم يعملوا ديزاين سيستم، او ان انت تعمل ديزاين سيستم. كده احنا شرحنا الديزاين سيستم مع بعض. اتمنى اكون افدتكم، واشوفكم الفيديو اللي جاي.